تخيل إن أكبر سرقة ألماس في التاريخ اللي اتخطط لها في 3 سنين واتسرق فيها 100 مليون دولار من تحت حراسة أجهزة ليزر ورادارات باظت كلها بسبب سندوتش سلامي. أيوة زي ما بقولك كده، سندوتش ب2 يورو وقع عصابة دوخت بلجيكا كلها. تعالوا أحكي لكم إزاي مدرسة تورينو ضحكت على العالم وإيه اللي حصل في ليلة 15 فبراير. يا جماعة إحنا بنتكلم عن مبنى ألماس أنتورب في بلجيكا. ده مش مجرد بنك، ده خزنة العالم بيدخل فيه 80% من ألماس الكوكب. الخزنة هناك موجودة دورين تحت الأرض وعليها حراسة تخلي توم كروز نفسه يعتزل. الباب وزنه 3 طن وفيه أجهزة ليزر وحساسات حرارة ورادارات بتلقط دبة النملة، يعني لو فكرت تقرب الإنذار هيسمع في القارة اللي جنبك. البطل بتاعنا اسمه ليوناردو نوتر بارتولو. ده مش حرامي غبي، ده بروفيسور. ليوناردو عمل إيه؟ قعد 3 سنين بيخطط، أجر مكتب جوه مبنى الألماس نفسه وعمل نفسه تاجر ألماس شيك بيلبس بدل براند وبيشرب سيجار غالي وبقى أصحاب مع الحراس. كان داخل طالع بكاميرا مخفية في قلم بيصور بيها كل شبر في المكان. تكوين العصابة، مدرسة تورينو. ليوناردو ما جابش بلطجية، جاب فنانين. واحد لقبه العبقري، ده بتاع الإلكترونيات، يفك أي سلك في ثانية. واحد اسمه الوحش، ده بتاع الأقفال، يفتح أي باب بصباعه الصغير. واحد اسمه ملك المفاتيح، ده بيعرف يضرب أي مفتاح في العالم. ليلة العملية، الفهلوة تكسب التكنولوجيا. يوم 15 فبراير 2003 العصابة دخلت، وعشان يخدعوا أذكى أجهزة في العالم استخدموا حاجات من البيت. حساسات الحرارة رشوها بسبراي شعر أو هير سبراي. الطبقة دي عزلت الحرارة فالحساس مشافش أجسامهم وهي ماشية. حساسات الحركة غطوها بكرتون وبلاستيك عشان ما تبعتش إشارة. الباب المغناطيسي لزقوه بسولوتيب وفكوه بطريقة ذكية بحيث المغناطيس يفضل لازق في بعضه والباب يفتح عادي من غير ما الإنذار يضرب. النتيجة فتحوا 109 صندوق ودائع وكرتشوا أو عبوا ألماس وذهب ب100 مليون دولار. 5. سندوتش السلامي اللي جاب ضرفها. بعد ما هربوا معاهم الفلوس، ليوناردو كان معاه واحد صاحبه اسمه سبيدي السريع. وهم راجعين إيطاليا سبيدي جاله حالة رعب، وبدل ما يحرقوا كيس الزبالة اللي فيه الأدلة رماه في الغابة على الطريق. الحظ الفقر خلى حارس غابة يشوف الكيس ويفتحه، لقى فيه إيه؟ بواقي سندوتش سلامي ليوناردو كان واكله وفاتورة من المحل اللي اشتروا منه السندوتش في بلجيكا. الشرطة خدت الDNA من السندوتش وطلع مطابق لليوناردو، وبوم اتقبض عليهم كلهم. لو انت مكان ليوناردو كنت هتخبي ال100 مليون دولار فين؟